السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي قنوات اليوتيوب بتتراجع، وايه الاسباب او الحاجات اللي انا لو عملتها قناتي هتترفض في المراجعة، وايه اللي المفروض التزم بيه علشان قناتي تتقبل في برنامج شركاء اليوتيوب. والحلقة دي هتلاقيها في وصف الفيديو. اما ان شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع لا يقل اهمية عن قبول قناتك في برنامج شركاء اليوتيوب. يعني انت خلاص التزمت باللي احنا قلناه في الحلقة اللي فاتت، والحمد لله قناتك اتقبلت في برنامج شركاء اليوتيوب وبقت مفعلة ربح. ايه اللي انت مفروض تعمله علشان تحافظ على ارباحك وعلشان تحافظ على قناتك وقناتك ما تتقفلش؟ هنتكلم في نقطتين، نقطة عملية وخطوات هنعملها دلوقتي في القناة، ونقط نظرية مهم جدا انك تلتزم بيها. فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا. النهاردة هنتكلم عن ايه يا شباب؟ هنتكلم عن امور مهمة جدا تعملها بعد تفعيل الربح على قناتك دي يا شباب. قناة مفعلة ربح، اول خطوة هتعملها هتدوس على الاعدادات، بعد كده الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات، ثم تحقيق الربح، وتبدأ تفعل كل انواع الاعلانات وتدوس على حفظ. دي اول خطوة وخطوة مهمة جدا. هتدوس على الاغلاق وتروح على المحتوى. هتلاقي طبعا كل فيديوهاتك زي الفيديو ده غير مفعلة. طيب هل انت هتفضل تدوس على كل فيديو كده تفعيل وتدوس حفظ عشان يفعل لك ربح على كل الفيديوهات؟ لو انت مثلا عندك 100 فيديو 200 فيديو هتفضل تعمل الخطوات دي كلها؟ لا طبعا. كل اللي انت هتعمله هتدوس على العلامة دي، هتعلم على الفيديوهات دي وتدوس اختيار الكل، وبعد كده هتدوس على تعديل وتختار تحقيق الربح. وهنا طبعا هتكون ايقاف، انت هتخليها تفعيل وتدوس على تعديل الفيديوهات. مباشرة هيبدأ تفعيل الربح على كل الفيديوهات على قناتك الجديدة والقديمة اللي لسه هترفعها واللي انت بالفعل رافعها على القناة. اما بالنسبة للفيديوهات اللي اطول من 8 دقايق زي الفيديو ده هتدوس على علامة الربح دي وتنزل تحت كده ادارة الاعلانات وتبدأ تحط فواصل اعلانية، والكلام ده شرحناه قبل كده بالتفصيل، هكون سايبهولك في الوصف عشان بس ما نطولش في موضوع الحلقة لان في كلام اهم من الخطوات اللي احنا قلناها دي. نرجع بقى لكلامنا المهم. اول سؤال حضرتك بتسأله كقناة لسه جديدة مفعلة ربح على القناة، هل الفيديوهات القديمة والمشاهدات اللي انا جبتها هتتحسب عليها ارباح؟ للأسف لا. المشاهدات دي والساعات دي كان هدفها انك تنضم لبرنامج شركاء اليوتيوب، مش هيتحسب عليها ارباح، ولكن مع اول مشاهدة من بعد تفعيل الربح هيبدأ يتحسب عليها ارباح. فللأسف الفيديوهات القديمة او اسف المشاهدات القديمة مش هيتحسب عليها ربح، لكن الفيديوهات القديمة لو جابت مشاهدات بعد تفعيل الربح هيتحسب عليها ارباح عادي جدا، مفيش اي مشكلة. خطأ كبير بقى بيعمله كل الناس اللي بتفعل الربح على القناة، خصوصا لما يكون لسه بقى جات له الرسالة وفرحان انه تم تفعيل الربح على القناة، يعمل ايه؟ يبدأ يخش على كل الفيديوهات ويشوف الاعلانات ظهرت ولا ما ظهرتش، ويبقى مبسوط ان الاعلانات ظهرت على الفيديوهات وشايف الاعلانات ويقعد يتفاعل اعلانات. كل ده غلط، انت بتضر قناتك من اول يوم فعلت فيه ربح على القناة. بتشوف فيديوهاتك باستمرار، ده غلط جدا. انت فعلت ربح بالخطوات اللي انا قلتها لك في اول الحلقة، خلاص ما تخشش على الفيديو بتاعك تاني غير بس انك تحط تعليق مثبت على الفيديو لو انت عايز تحط تعليق مثبت، لكن ما تخشش على الفيديو بتاعك لا في الاول ولا في الاخر. انت هنا بتضر قناتك، انت ممكن تعمل نقرات غير شرعية، القناة بتاعتك تتقفل من قبل ما تبدأ اصلا، الربح يتوقف من عليها، حساب الادسنس يتوقف بسبب نقرات غير شرعية، بسبب دخولك على الفيديوهات عشان انت بس فرحان ان الاعلانات ظهرت. عايز تراجع الفيديو، راجع الفيديو بتاعك من قبل ما ترفعه، اوعى تتفرج على الاعلانات، تابع احصائيات قناتك من داخل الاستوديو، ما تخشش على الاعلانات. تاني حاجه بيعملها الناس المبتدئه واللي لسه مفعلين ربح ان هو بيركز قوي مع الارباح. عشان تبقى عارف ان انت لما بتفعل ربح جديد طبيعي ان الارباح تكون قليله، طبيعي جدا ايا كان محتواك. كل يوم عن التاني بقى بيعدي عليك وانت مفعل ربح على القناه، وشهر عن التاني بتلاقي الارباح بتاعتك بدات تزيد بالتدريج. كل يوم وكل شهر تلاقي الارباح بدات تزيد لما المعلنين يشوفوا قناتك ويوتيوب يبدا يستهدف قناتك، عندك مشاهدات، نوعيه الاعلانات اللي بتظهر حسب محتواك وحسب الجمهور، فواحده واحده بتلاقي ان الارباح بتزيد على قناتك، مش مره واحده. فما تركزش مع الارباح، ركز بس مع انشاء المحتوى بالطريقه اللي تخليك تجذب جمهور اكتر عشان تزود مشاهداتك وبالتالي بتزود ارباحك. واحذر يا صديقي، احذر ثم احذر من الVPN. اوعى تسمع كلام حد يقولك افتح برنامج VPN وخش اتفرج على فيديوهاتك عشان تظهر لك اعلانات بلغة انجليزية واعلانات غالية فتزود ارباحك.
ده اكبر غلط يا صديقي. اوعى تسمع الكلام ده ولا تسمع كلام الناس اللي بتقول لك تعالى احنا بنبيع ارباح. بتبيع ارباح ازاي؟ يعني بيقول لك $100 احنا هنكسبهم لك بس هتدفع لنا انت $30. يعني انت هنا بتشتري فلوس بفلوس. انتوا متخيلين الناس وصلت لايه؟ اوعى تسمع الكلام ده ولا حتى تعمل انت بنفسك ده من خلال المتصفح الخفي، لا قبل تفعيل الربح ولا بعد تفعيل الربح. ركز على انشاء المحتوى، ده افيد لك بكتير. لان في ناس كتير بتقول لك استخدم المتصفح الخفي بقى قبل تفعيل الربح وهات منه ساعات، لكن بعد تفعيل الربح ما تستخدموش. طالما هو غلط يبقى لا قبل ولا بعد. احنا لسه قلنا في الحلقه اللي فاتت ان اليوتيوب بيراجع مصادر المشاهدات وبيشوف المشاهدات دي حقيقيه ولا غير حقيقيه. هو انت كده هتجيب ربح؟ هو انت كده هتجيب ساعات؟ انت قدام نفسك شايف كده ان انت منشئ محتوى؟ ابدا. انت بتعمل حاجه غلط وعارف ان انت بتعمل حاجه غلط، وفي الاخر هترجع تصوت وتقول يا ريتني ما عملت ولا سمعت الكلام. يبقى من الاول امشي شرعي. طيب يا حبيبي، احنا في رمضان كل سنه وانتم طيبين، تبدا تسمع كلام كتير وتبدا تشوف قنوات كتير على اليوتيوب بتنزل مسلسلات، ملخصات، الحق مش عارف ايه، الحق مش عارف ايه، وانت عايز يا باشا تزود ارباحك، فتعمل ايه؟ تبدا تعمل زيهم، تنزل محتوى مش حصري، محتوى معاد استخدامه. اللي يحصل الربح يتوقف من على قناتك، ممكن تاخد انذار بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر او انتهاك سياسات وارشادات المنتدى. ما ضرتش الا نفسك، ما نفعتش حد ولكن ضريت نفسك. فبلاش يا جماعة ننساق وراء كلام غير صحيح بالمرة مش هناخد منه الا الضرر. اوعى ترفع محتوى غير حصري على قناتك، لا قبل تفعيل الربح لانك هتترفض ولا بعد تفعيل الربح لان قناتك هتتوقف ربح او هتاخد انذارات وقناتك تتقفل. ده بقى بخصوص القناة. نتكلم بقى بخصوص الادسنس. ما هو الادسنس مرتبط بتفعيل الربح. بعد ما بتفعل الربح على القناة، انت اول حاجة بتركز عليها انك تجيب مشاهدات كتير عشان تجمع $10، ويبدأ جوجل ادسنس يبعت لك ما يسمى بالبين كود، والفيديوهات دي بالتفصيل هكون سايبها لك في الوصف. بيبعت لك حاجه اسمها البين كود. البين كود ده عشان تثبت بيه صحه العنوان اللي انت ساكن فيه، بيبقى ظرف كده تبدا تثبت بيه صحه العنوان، بيتبعت لك على البريد بعد ما بتوصل $10. وصلنا $10 بنبدا نضيف طريقه دفع وهي حساب بنكي، وبرضه ده بالتفصيل هكون سايبه لك في الوصف. وحاجه مهمه بقى لازم تعملها وهي النموذج الضريبي. لازم تقدم النموذج الضريبي من خلال جوجل ادسنس عشان جوجل ادسنس يخصم منك ضرايب على المشاهدات اللي بتجيلك من امريكا. طيب انا ما بتجيليش مشاهدات من امريكا، برضه لازم تقدم النموذج الضريبي، مهم جدا لانك مش هتستلم ارباحك الا وانت مقدم النموذج الضريبي. عملت كل ده، استنى بقى الارباح تترحل من اليوتيوب لحساب الادسنس. بتترحل امتى؟ الارباح بتترحل كل شهر من يوم 7 لحد يوم 15 في الشهر. الاسبوع ده هو الاسبوع اللي بيتم ترحيل فيه الارباح من قناتك على يوتيوب الى حساب الادسنس. يعني مثلا ارباح شهر 3 اللي احنا فيه ده هتترحل لحساب الادسنس من 7 ابريل لحد 15 ابريل. ولو وصلت $100 بيتم اصدار الدفعه بتاعتك والارباح بتاعتك لحسابك البنكي يوم 21 في الشهر. يعني ارباح شهر 3 بتوصل لك الحساب البنكي بتاعك يوم 21، بتتبعت وبتاخد لها 5 ايام لحد ما توصل الحساب البنكي 21/4. طبعا لو في اي تفاصيل زياده هتلاقيها في وصف الفيديو، هكون سايب لك فيديوهات بتتكلم عن كل حاجه انا قلتها بالتفصيل الدقيق. ده بس عشان ما اطولش موضوع الفيديو او حلقه النهارده. لو عندك اي استفسار سيبه في التعليقات. اتمنى اكون افدتك بمعلومات كويسه من خلال حلقه النهارده. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم يا رب علينا وعليكم ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.